السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش راكم مبروكة؟ عارفة راسي كنطول الغيبة، ولكن مرة كنرجع لعندكم. دائما كنتفكركم، غير ما تديوش عليا. راكم عارفين ظروف الخدمة والعمل، وشويه المونتاج هو اللي كيجيني صعيب. ما لقيتش شي واحد يعني اللي غادي يعاونني في هذا المونتاج. المهم يكون خير ان شاء الله من القدام. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد المملحات اللي ساهلين ورائعين، والمذاق ديالهم غزال ومطلوبين في هذا الشهر الفضيل. غادي يعجبوكم، والطريقه ديالهم اللي سهله وبسيطه، والمذاق رائع. كنتمنىكم تجربوهم. ما تنساوش اخوتي تشجعوني باللايكات ديالكم باش الفيديو يعني يتشاف اكثر، وتبارطاجيوه الى قدرتوا مع العائله والاصدقاء، فضلا وليس امرا. هكا غير باش ناخذ حقيقه انا في المشاهده. صافي هنا غادي نشارك معكم. هنا راني بديت درت البصله مشلضه، ودرت نص كيلو ديال الكفته. صافي درت له شويه ديال العطريه، يعني غير شويه البزار والتحميره. المهم داك المقطع الاول اللي ما تصورش، سمحوا لي بزاف. المهم راه ماشي شي حاجه، غير العطريه يعني عاديه، البزار والمليحه وشويه ديال الخرقوم والتحميره. صافي وشحرت انا هاد البصيله مزيان مع هاد الكفته. صافي هنا مني تشحرات ما تخليوش تنشف بزاف، يعني شويه وصافي. زدت ليها هنا هاد الفرماج اللي كيعطيها واحد التعليكه رائعه. وغادي ندير ليها بواطه ديال الشعريه ديال الروز، يعني بعد ما كبيت عليها شويه المطايب وصفيتها مزيان وقطعتها. صافي هنا كنحرك واحد شويه، يعني غير باش الا كانوا شويه ديال السوائل في ديك الشعريه يعني كتشرب. صافي غير واحد شويه، لان هذه ما تخافوش منها. الشعريه ديال الروز راه ما كتعجنش، يعني ولو تشحروها ما كتعجنش على خلاف الاخرى. هنا عندي تقريبا كيلو ديال البطاطا. شديته سلقته عادي وحيدت له القشره، وصفيته من الماء مزيان. راكم عارفين ضروري تصفيوه من الماء باش ما يتفرقعوش ليكم. انا درت شويه ديال الربيع، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الربيع، والفرماج الاحمر محكوك. وهنا عندي 8 القطع ديال كيري. فصراحه يعني هاد الفرماج ديال كيري كيعطيها واحد المذاق رائع، مع الفرماج الاحمر. صافي هنا غادي نحاول ما امكن هكا نخلط الخليط كامل ونجمع يعني هذا الخليط اللي عندي. صافي وكنخليه على جنب. هنا من بعد ما كنكون وجدت الحشوات ديالي، عاد كندوز كندير الورقه د البسطيله. نتوما من الاحسن توجدوا الحشوه وتخرجوا، يعني تاخذوها الا كنتو ما كديروهاش في الدار، تخرجوا تقداوها هكا من برا. باش كتبقى لكم يعني زوينه، بالخصوص هذه ديال الغاز، يعني على عكس انها ديال البخار كتبقى وكتصبر. صافي هنا يعني انا راه ماشي مشكل، يعني راه كتبقى لي النهار كامل كنخدم بها. غير انا هكا ولفت كندير دائما الحشوات كنحطهم كيبردوا، وكندوز كندير الورقه. صافي كتجيني يعني الخدمه سهله ويعني متابعه. راكم عارفين ضروري خصكم تنظموا الوقت ديالكم، باش ملي كتكون يعني الخدمه كثيره الا ما درتيش بحال هكا ما غادي دير حتى شي حاجه. هنا بالنسبه للطريقه ديال الورقه راني شاركتها معكم من قبل، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وغنحاول نزيد نشاركها معكم مره اخرى، لان كنلقى بزاف ديال التعاليق كيقولوا لي يعني زيدي وضح لينا اكثر، بغينا شي فيديو عاوتاني يكون عن قرب اكثر، وتزيدي تشرحي لينا بزاف. رغم انني شرحت في الفيديو الاول، ولكن غنحاول ندير لكم فيديو اخر. الا بقى لي شويه ديال الوقت ضروري ما غادي نعاود داك الفيديو باش نكون لبيت يعني جميع الطلبات ونجاوب على جميع الاسئله. ولو كنجاوب عليهم يعني في التعاليق، غادي نحاول نعاود نجاوب عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. صافي هنايا قطعت الورقه كيف كتشوفوا على 4. انا حيت كانت عندي الورقه شويه قليله راني درتها على 4. نتوما من الاحسن تقسموها غير على 2 الورقه وتخدموا بها. كيف كنعرفوا شويه البطاطا بحال كتبغي ملي كتدخل الفران كتبغي تخرج من الورقه ديالها. انا هنا راه ما خرجتليش، يعني كما تشوفوا في الاخر يعني مزيانه جاتني، ما تفرقعتش، يعني ضاعت ليها الفورمه ديالها وهذه. وانما من الاحسن نتوما الا كنتم مبتدئين ديروا نص الورقه باش كتغلف يعني مزيان ديك الورقه، وما كتعطيوهاش فرصه انها تفرقع لكم في الفران. غير تبعوا هذه المراحل اللي قلت لكم في البطاطا، خليوها تنشف مزيان، وكديروا مع هذاك الفرماج كيعطيها ديك التعليكه، وبحال كيجمعها شويه، يعني ما كتخليها ما كتفرقعش بصفه نهائيه، وكيعطيها واحد المذاق اللي غزال رائع. يعني غير جربوها ان شاء الله غادي تنجح معكم. انا كندير شويه ديال الدقيق هكا من الراس باش كنسد. وصافي انا هنا ما غاديش نقليهم، غادي نديرهم في الفران. نتوما الا بغيتو تقليوهم يعني غادي تخليوهم ينشفوا شويه وغتقليوهم عادي. غير هو في الفران كيجيو احسن وكيجيو مقرمشين وصحيين بطبيعه الحال. ولا بغيتو تحتفظوا بهم راه غتخليهم هكا وتدخلوهم الكونجيلاتور حتى غادي
يعني حتى غادي يجمدوا عاد غتجمعوهم في واحد البواطه صافي وتحتفظوا بهم. ملي تبغيو تقليوهم كتجبدوهم مباشره جامدين كتلوحوهم في الزيت يعني باش ما كيتفرقعوش وكيعطيو واحد القرمشه اللي زوينه بزاف. صافي هنايا غنبقى مستمره بحال ما هكا غادي نجمع هكا نكمل بالطي ديال هاد لي سيكار وغادي ندوز باش غادي نقاد معكم البريوات اللي تا هما يعني الطريقه ديالهم سهله والمذاق ديالهم رائع. هنا زدت شويه ديال الربيع في اخر لحظه، من الاحسن ما طيبوش باش كيبقى هكا باين وكيخلي المذاق ديالو زوين. صافي غادي ندوز غادي ناخذ الورقه البسطيله قسمتها في النص وغادي نقطعها تقريبا جوج ديال الشرائح، يعني بحال كل ورقه البسطيله كنقطعها على 4. صافي هنا كندير هاد الاشرطه. من الاحسن يعني كل ما عندكم اتساع ديروا الاشرطه كثار وبقاو كتخدموا كتجي الخدمه سهله هكا، يعني كتجي عمليه وسريعه وفي نفس الوقت كتخدموا يعني واحد الكميه اللي وفيره وبمجهود اقل. صافي هنا كنبقى هكا كنطوي البريوه، راه شاركتها معكم شحال من مره وتبارك الله راه كلشي كيعرف يطويها، وكتسدوها مزيان هكا بشويه ديال الدقيق من الراس. صافي وكنخليهم هكا حتى هما في اللاطا مسرحين. حتى هما غادي غير ندخلهم للفران ما غاديش نقليهم، بغيتو تقليوهم راه كيبقى لكم الاختيار نتوما. صافي وكنبقى مستمره بحال هكا، يعني راكم عارفين الطريقه ديالو راه ساهله، ما غاديش نزيد نوضح اكثر. بالنسبه للبريوات هما نفس الطريقه، يعني الا بغيتو تجمدوهم غادي تسرحوهم هكا في واحد الصينيه فوق واحد البلاستيك وتدخلوهم مجمد حتى كيجمدوا. عاد جمعوهم في البواطه باش ملي كتبغيو تجبدوهم كتلقاو كل وحده يعني ما كتلقاوهمش ملاصقين، وكتقليوهم مباشره يعني هما جامدين. تسخنوا الزيت مزيان وكتقليوهم فكيجيو حتى هما مقرمشين واحد القرمشه فيهم رائعه. صافي هذه الطريقه اللي كندير. ولا حتى بالنسبه للناس اللي كيخدموا هكا زعما تبيعوهم طريين راه غادي تجمدوهم ولا هكا في الكونجيلاتور وتعطيوهم للكليان ديالكم يعني بلا ما طيبهم، حيت اغلبيه الناس كيطلبوهم غير هكا حتى كيقرب هكا الفطور عاد كيقليوهم. صافي هنا غادي ندهنهم بشويه ديال الزويته فيها تحميره، يعني الكزيت اللي كنقدم بها دائما كتكون نتوما بالنسبه لعندكم ديروا هكا بواطه فيها شويه ديال الزيت والتحميره وخليوها غير ملي تبغيو تخدموا بحال ما هكا تهزوا وتخدموا بها، كتعطي واحد اللون اللي زوين للبريوات وكتعطي واحد القرمشه للورقه البسطيله ضروري. هذا نتوما كيف كتشوفوا كيجي واحد اللون رائع. هنا راني كنستفهم يعني للسيده. صافي يعني تبارك الله كيعطيو واحد الكميه وفيره داك نص كيلو ديال الكفته، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. فكيف كتشوفوا يعني كيجي واحد اللون فيهم ذهبي. كيف قلت لكم تقدروا تبيعوهم بحال هكا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاريع، كيف ما تقدروا يعني تبيعوهم هكاك مجمدين ولا تدخلوهم الفران هكا غير نص طيبه يعني مشمعين وتبيعوهم. صافي بالنسبه للثمن البريوه فكيف شفتوا راه عامره بالكبسه كنبيعوها ب 6 دراهم وديال البطاطا ب 4 دراهم. هذا هو الثمن ديالهم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس الجداد. وحتى لهنا ما بقى ما نقول لكم الا بسلامه عليكم والى الفيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.